السلام عليكم حبايب قلبي، وحشتوني قوي قوي. وعاوزه اقول لكل الناس اللي مش متابعين حكايات ام جانا وزينة، بصراحه فايتكم كتير جدا، لاننا من اجمل القنوات اللي مفيش زيها على اليوتيوب كله، وهتحكموا بنفسكم. فيلا علشان تلحقوا تتابعوا معانا اجمل القصص والروايات، وبسرعه اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، ويلا عيشوا معانا مع احلى القصص والروايات. وقبل ما نبدا الحلقه 58 من روايه دموع السيف، يلا نقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. يلا بينا نبدأ. الساعة 1 بالليل، دموع صحيت وهي حاسة بسخونية فظيعة بتحرق جسمها. بدأت تفوق وهي حاسة بجسم سيف نار، وقامت بسرعة وتوتر، بس الحرارة اللي كانت خارجة من سيف ما طمنتهاش. حطت ايدها على راسه واتصدمت من حرارته العالية وجسمه العرقان. سيف انت كويس؟ انت سامعني؟ رد عليا علشان خاطري. دموعي، نفسي اساعدك ومش عارف. تعبتيني يا دموع وهديتي حالي، قالها سيف بصوت مبحوح وإرهاق، وغمض عينيه تاني. دموعها نزلت وقلبها اتفطر عليه، وحاولت تفوقه تاني مفقش. خرجت بسرعة، خدت تليفونها ورنت على فارس. الو، ايوه يا فارس، اسمعني، مش وقته. سيف تعبان وحرارته عالية ومش عارفة اعمل ايه، مش راضي يفوق. ماشي، سلام، مستنياك. ودخلت لبست هدومها علشان فارس قال هيجيب الدكتور وجاي. ودخلت عند سيف وجابت له فوطة نظيفة ومية ساقعة، وقعدت تعمل له كمادات ربع ساعة. والجرس رن. جريت على الباب. تعالى يا فارس، اتفضل يا دكتور. ودخلت قدامهم الأوضة. الدكتور قرب كشف على سيف وقاس درجة حرارته، وحقنه بمضاد حيوي وخافض للحرارة ومضاد للالتهابات، وكشف عن جرحه. ده إهمال، الغيار مبلول والجرح ملتهب، هو اللي سبب له السخونة دي. يا ريت نهتم بالمريض شوية، واضح إن العملية كانت كبيرة والإصابة ما كانتش سهلة. وطهر الجرح وحط له غيار نظيف. يا ريت يمشي على العلاج بانتظام، انا اديت له حقنه وشويه كده وهيفوق. يا ريت يا مدام تستمري بعمل الكمادات، ولو في اي جديد عرفيني. تصبحي على خير والف سلامه مره تانية. فارس بهدوء، اتفضل يا دكتور علشان اوصلك. خرج الدكتور ووراه فارس اللي لف الدموع. ايه اللي حصل له وصله لكده؟ شدينا مع بعض شوية ودموعها اتجمعت في عينيها. فارس بهدوء، بس خلاص اهدي، حصل خير. اهتم شوية بسيف يا دموع، هو محتاج لك. تعب كتير قبل ما يشوفك وتعب اكتر بعد ما قابلك. جه الوقت اللي يرتاح فيه جنبك، وانت كمان اظن عانيتي كفاية في حياتك القديمة. سيبي نفسك وحرريها من الضغوطات، وافتحي قلبك لسيف وما تخافيش. ده اكتر واحد ممكن يكون بيحبك في الدنيا وعمره ما هيأذيكي. غصب عني يا فارس، انا حاسه اني مش كويسه، واقل حاجه بتخنقني، ومش عارفه انا خايفه ما ارتاحش معايا او ما اقدرش اساعده. هو اكيد محتاج لواحده يكون هو اول راجل في حياتها. فارس طبطب على شعرها بحنيه. بس ما تقوليش كده، سيف تفكيره غير كده خالص. قربي منه وانت هتفهميه. وبعدين انت نفسيتك تعبانه ومحتاجه تغيير جو. سيف يخف شويه وهروق عليكم. قشطه يا حب. دموعها هزت دماغها من غير كلام. يلا هنزل انا بقى ورا الدكتور اللي اتحنط تحت ده، والصبح ابقى اجي اطمن عليه. سلام، خلي بالك من نفسك وسوق بالراحه، معلش تعبتك. ده اخويا يا ست، انت عبيطه ولا ايه يا وزتي؟ وابتسم لها ونزل. دموع دخلت عند سيف وقعدت جنبه على السرير تعمل له كمادات. سيف بدأ يتحرك ويخرف. لا يا يوسف، علشان خاطري. يا امي. دموع، لا ما تسيبنيش، لا يا دموع. دموع حطت ايدها على وشه. بس اهدى، انا معاك، انا جنبك، مش هسيبك، صدقني. سيف فتح عينيك، ده كابوس. سيف قام منفوض وبص لدموع باستغراب وشال الفوطة اللي على دماغه. حصل ايه؟ دموع بهدوء. جرحك التهب بسبب المية والهواء اللي كنت واقف فيه، وحرارتك ارتفعت وما كنتش راضي تفوق. اتصلت بفارس، جاب دكتور عالجك وبيقول لازم اهتمام ورعاية وما نستخفش بالجرح. سيف هز راسه وحط بطن كوعه على وشه وعطس وحط ايده على الجرح بألم. يا لهوي. امال اللي بتبقى فاتحه قيصري وتعطس بيبقى ايه حالها؟ دموع ابتسمت باستغراب على كلامه وقامت عدل. دموع وقفت بسرعه. رايح فين؟ سيف بهدوء، هعمل حاجه سخنه احسن، حاسس ان هيجيلي برد وانا مش ناقص. طب خليك وانا هعملك، ارتاح، انت تعبان. لا مش هنام في السرير، لو نمت هتعب اكتر. هاتيلي الشيرت بس من شنطتي لحد ما افضيها بعد اذنك. حاضر. وطلعت وهي متضايقه من الرسميه اللي بيعاملها بيها، وخرجت جابت له تيشيرت ودخلت لقيته قاعد على السرير وساند دماغه على كفوف ايديه وشكله وجع قلبها.
قربت وحطت التيشيرت في رقبته. سيف بصلها باستغراب بس سابها تلبسه. وقف بهدوء. شكرا تعبتك. دموع بنرفزة. انت بتتعامل معايا بالرسمية دي ليه؟ هو انا مش مراتك؟ وبعدين انا اعتذرت لك، انا نفسيتي تعبانة الفترة دي، ارجوك تعذرني. سيف بصلها. مش معنى اني بطلب منك الحاجة بأدب اكون بعاملك برسمية. انت مش من حقك تخدميني، فلازم اطلب منك الحاجة من غير ما احس اني بأمرك، وان انت لازم تنفذي من غير تفكير. ده 1. 2. انا لو زعلان منك مش هعبرك اصلا ولا هتعامل معاكي اساسا. انت واخدة عني فكرة وحشة، انا مش هقدر اغيرها غير بافعالي مش بكلامي. 3. بقى انت مش متقبلاني في حياتك زوج ليكي، وانا مش حابب افرض نفسي عليكي، مش بالعافيه هي. فيا ريت المعامله بينا تكون بادب واحترام متبادل، ويا ريت تمسكي اعصابك وما تغلطيش فيها تاني. وانا لو عديتها مره واتنين فما تفكرش ان ده ضعف مني ابدا، واتقي حلمي وصبري عليكي ان انا مش حابب اوريكي وش التاني. وخلينا نعيش بهدوء، احنا انكتب علينا نعيش مع بعض، لازم نأقلم نفسنا بقى. يلا عن اذنك. دموع قعدت على السرير ومش عارفه تعمل ايه. كانت قدامه وهو بيرسمها وجنبيه وهو ما قربش منها، ودي حاجه ضايقتها. ولما قرب قالت له لا، وبعدته وانهارت. خبطت في الكلام لما حاولت تعمل حاجه تخلي حياتهم سهله وبسيطه ويقدروا يتعاملوا مع بعض، وجت في الاخر بوظتها بتهورها وكلامها اللي زي السم. بقت تشد في شعرها زي المجنونه ومش عارفه تعمل ايه. سيف كسر كل توقعاتها، غير اللي هي عارفاه خالص وغير اللي هي فاهماه. تفكيره غير تفكير الحيوان اللي كانت متجوزاه قبليه، وهي مش مستوعبه ده كله. مش حابه تجيب سيرته ومش طايقاه ومش طايقه تفكر فيه، بس مش قادره تبطل مقارنه بينه وبين سيف من جواها. هي خايفه ليه ومن ايه ما تعرفش. مسكت تليفونها وبعتت رساله لندى. تعالي لي بكره، عايزاكي ضروري، وهاتي ياسمين معاكي، انا محتاجه لكم جنبي. وطلعت بره، لقت سيف حاطط شالة على كتافه وماسك مج كبير بين ايديه وبيتفرج على التلفزيون. دموع قعدت جنبه ومش عارفه تقول ايه. انت ما اكلتش حاجه من الصبح، هقوم احضر لك عشاء. سيف من غير ما يبص لها. لا طلبت بيتزا، ما تتعبيش نفسك. دموع عضت شفتها بغيظ. تمام براحتك. وفضلت قاعدة جنبه لحد ما الجرس رن. سيف وقف وقام فتح الباب واخد العلبتين من الدليفري وحاسبه ودخل. مد واحدة لدموع اللي خدتها منه بهدوء، واول ما شمت ريحتها حست انها كانت جعانة قوي. فتحت العلبة. دي زي ما انا بحبها، عرفت ازاي؟ واخدت حته. واو، انا فاكره اني كلت من المطعم ده قبل كده. لذيذه قوي. وافتكرت اكلت امتى من المطعم وبلعت اللقمه اللي في بقها وكشرت وسابت البيتزا قدامها. سيف عارف انها افتكرت، وزي ما كانت فاهمه ان حسين اللي جابها يومها نفسها اتسدت، وابتسم من جواه بس ما هنتش عليه يسيبها جعانه، وهي كانت فرحانه بيها زي الاطفال. وبهدوء. انا اللي جبتها لك افندم. اليوم ده انا اللي جبتها، سمعتك وانت بتقولي لندى وانا اللي طلبتها لك. دموع شهقت وحطت ايدها على بقها بصدمه، وهي لسه دلوقتي مستوعبه ان حسين عمره ما جاب لها اكل من بره، لا وكمان من مطعم غالي زي ده. وابتسمت لسيف ونفسها اتفتحت تاني ورجعت تاكل بسرعه. سيف ابتسم ورجع ياكل بهدوء وهي في نص اكلها. وانت كل حاجه كده كنت بتسمعها؟ كنت مركز انت قوي. مش قلتلك ما تفكريش كتير وريحي مخك الصغنن ده؟ بجد والله رد على سؤالي، عندي فضول. سيف اتنهد. ما كنتش بتجسس ولا تعدى على الخصوصية، هي كانت بتبقى صدف، وما شاء الله شبابيكي كانت على البحري، بس يعني بتصدف نازل بتصدف طالع، واقف في البلكونة في الأوضة وهكذا. وقفلي بقى على الموضوع ده. أنا كنت في فترة صعبة وفاقد الشغف في إني حتى أتنفس، ولقيت قدامي المضاد لده كله، فبقيت مركز معاكي ولقيتك بتسحبيني من العتمة واحدة واحدة بدون ما انت تحسي ولا حد تاخدي بالك. بس وليه انا اللي بسحبك؟ ايه عجبك فيا؟ ايه شدك؟ سيف بصلها بعيون عاشق من فوق لتحت، ونظراته كانت بتلمع وسط الاضاءة الهادية. لما تكبري هتعرفي. علشان خاطري مش هريحك، علشان تبطلي فضولك ده شوية. عارفة هقولك امتى؟ لما تعرفيني كنت داخلة شقتي ليه، وايه اللي فكرك باليوم الكئيب ده بقى. عادي. بص يا دموعي. وقرب منها ومسك ايدها اللي اترعشت من لمسته. حياتك القديمة مش عايزة تأثر على حياتنا دلوقتي، عايزك تتعاملي معايا كأنها ما كانتش ولا عشتيها. انسيها علشان انا كمان انساها. لو صدف وافتكرنا حاجة من الماضي عايزك تبقى عادي وما تحسيش بأي حاجة اذا كانت ذكرى حزينة او لا. انا كنت جزء من الماضي ده وما زلت معاكي وهكون للأبد، فهماني؟ دموع بهدوء من طريقة كلامه الهادية وايديه اللي بتحسس على صوابعها، عيونه وصوابعه اللي كل شوية ترجع شعرها لورا.
بحاول افهمك صدقني يا سيف. سيف ابتسم بهدوء وبس دماغها. ماشي يا وزيته، بس ملكش دعوة بيه، ده حبيبي. طيب يا اختي وشك عليه. والتليفون رن، دموع مسكته وضحكت. كنا لسه جايبين سيرتك انا وسيف. الطيب عند ذكره. دموع كانت فاتحه المايك. مين الطيب ده يا مقطع؟ حبيبي يا برو، قلبك ابيض. ايه يا بيضه، فرهتي من اول ليله، شكلي كنت مخدوع فيك يا اسطى. بس ياضيا، وسكت علشان دموع ما تسمعوش وهو بيشتم. ايه الادب ده، بركاتك يا قادره، عملتيها ازاي دي يا وزتي؟ انا يا فارس، ده انا غلبانه وما عملتش حاجه. سيف نزل التيشيرت من على كتفه وظهر اثر ضوافرها عليه. غلبانه قوي، قطه سيامي وبهمس، بس ضوافرها عايزه تتقص. دموع اتصدمت. ده سيف حط صباعه على شفايفه ويشاور على التليفون. انتوا بتعملوا ايه الهدوء ده؟ هو انا جيت في وقت غلط ولا ايه؟ دموع اتهربت من نظرات سيف وبتوتر. لا يا فروسة، ده انا كنت بشرب. كنت بتقول ايه يا حبيبي؟ سيف بصلها برفعة حاجب خلاها بلعت ريقها. مش بقول يا قلبي، انا بس كنت عايزة اطمن عليه وخلاص اطمنت. يلا تصبحوا على خير يا وزتي. وانت من اهله يا فارس، باي. دموع قفلت ووقفت بسرعة. هروح اعمل لك عصير. سيف مسك ايدها وقعدها جنبه تاني ورفع وشها وبهدوء. بصيلي. دموع رفعت وشها الاحمر من الاحراج. وانا تعبان، كنت حاسس بيكي، قربتي مني وبصتيني، بس كنت مش قادرة افتح عيني من التعب. فكرته حلم زي احلام كتير جيتي فيها وقربتي مني. كان حلم ولا لا يا دموعي؟ دموع كانت على وشك العياط. مش عارفة. سيف ابتسم. مش حلم، ضوافرك معلمة عليا، مش حلم يا دموع. وعض شفته. طب مش المفروض وانا فايق علشان اكون ند ليكي واقدر احسسك اللي عمرك ما حسيتيه يا قطتي؟ دموع بتهرب. خلاص علشان خاطري، وبعدين ده كان حلم. يمكن خربشتك لما شدنا مع بعض. بتهيألك. انا ما عملتش كده. سيف ابتسم. هتهربي لحد امتى؟ انا معاكي للاخر يا دموع، لحد ما تيجي مسلمة بكامل ارادتك. بس ده ما يمنعش اني العب معاكي شوية. وحط ايده على خدها. انتي حلوة قوي يا دموعي، عيونك فتنتني وبس عيونها. خدودك مش عايزة غير انها تتعض. وبسها بهدوء مرة واتنين وفتح شفايفه عضهم بالراحة. دموع وهي مغمضة عينيها وبتتنفس بصعوبة. سيف. قلبه. دموع فتحت عيونها. ها. دموع كانت متخدرة من سحر عيونه الجريئة وكلامه وهمساته ولمساته وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. حبايب قلبي، اكتبوا لي بقى توقعاتكم للحلقة الجاية. ولو حلقة النهاردة عجبتكم ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة ووصلوا الفيديو ده 10,000 لايك. وما تنسوش الشير مع كل اصحابكم. واستنوا الحلقة الجاية جميلة وقوية جدا جدا. يلا مع السلامة من قناة حكايات جنى وزينة. بحبكم قوي. سلام.